قبل ما نبدأ فيديو النهارده حابب اقول لكم صلوا على النبي. فيديو النهارده هيكون الحلقة التانية من حكاية ريو، وبنستكمل مطرح ما وقفنا مع الزعيم اللي بيدي مهمة لريو، وبيعرفوا من شوية ان الجيش اتحرك هو و7 مغامرين من الرتبة البيضاء عشان يقتلوا الدبور السماوي، وهم بالفعل قدروا ان هم يقتلوه، ولكن في واحد من المغامرين السبعة خانهم وسرق منهم الغذاء الملكي. الغذاء الملكي الملكة بتأكل الأولاد ده عشان يبقوا بصحة جيدة، وريو بيتسأل هو مغامر هيسرقهم وهيعمل ايه بالغذاء الملكي، والزعيم بيعرفوا ان والغذاء الملكي بيستخدم زي اكسير الحياة، والزعيم بيعرفوا ان الزنزانة اللي داخلين عليها خطيرة، او الحكومة هي اللي بتقول كده للبشر عشان ما فيش حد يخشها، عشان المكان جوه خطر على الاشخاص العاديين، وبرضه خايفين ان اي حد يحط ايده على الاكسير ده، وبيوصلوا لبوابة الزنزانة، والحكومة عشان ما حدش يخش فيها حاطة بوابة بتتفتح شغل بالرونات السحرية، والزعيم قابل حاجات زي كده كتير، فعشان كده بيحط الرونات السحرية وبيفتحها بكل سهولة، والزعيم بيعرف ريو على الخطة اللي هو يمشي بيها جوه، ولما بيشوف ريو مش مركز معاه بينفخ الدخان في وشه عشان يركز اكتر في الكلام اللي هو بيقوله، وريو بيعرف ان هو مركز وسامع كل حاجة، وريو بيعرف ان هو فاهم كل كلامه، والزعيم بيقول له خلي بالك لان المكان جوه خطير، واي حد تقابله جوه ما تعرفوش على نفسك، وبينبه عليه ان ما حدش يتعرف عليه بالداخل، ده لان الشرطة حتى جايزة على سارقين الكنوز، لو الناس اللي بالداخل اتعرفوا عليهم ان هم سارقين الكنوز هيبلغوا او يقبضوا عليهم عشان المكافأة. وريو بيسمع منه الكلام وبيتوجه ناحية البوابة وبيفتحها، وهو بيفتحها بيقول في نفسه الاكسير ده ممكن ان هو يعالج ابويا من المرض بتاعه اللي ما حدش عارف يعالجه، وبيخش في زنزانة بالفعل وبيتأمل في الجو، وكاتب عرفنا من ساعة ما الوحوش نزلت على كوكب الارض والزنزانات اتفتحت عرفوا كل الزنزانات وعرفوا مقدار خطرها، وفي اكبر زنزانتين في كوريا. اول زنزانة هي اسمها جزيرة جيجو اللي بداخل الزنزانة عبارة عن حمم بركانية، والوحوش اللي بداخلها بتاخد قوتها من الحمم البركانية. وتاني اكبر زنزانة في كوريا هو اللي فيها دلوقتي ريو واللي اسمها غابة ايغار. الزنزانة من الدرجة السفلي ودرجة خطرتها من الرتبة دي، ولسه البشر ما اكتشفوش معظم الزنزانة لان اي بشر بيخش فيها على طول بيموت من قبل الوحوش القوية اللي جوه، فعشان كده لو تلاحظوا الحكومة حتى بوابة ما بتتفتحش غير بالرونات السحرية اللي ما بيعملهاش غير الحكومة، وبنعرف ان الزعيم سرق الرونات السحرية ديت من الشرطة، والمغامر اللي سرق الاكسير مشي من زنزانة يوديو اللي كانت بتتصنف الخطر بتاعها وتوقف في الجزيرة اللي فيها ريو، واول ما وصل هناك انقطع الاتصال وباين عليه ان هو هرب في مكان ما، او باين كده ان في وحش موته، واللي كان بيشرح الكلام ده هو الزعيم كان بيشرحه الريو، وبيكمل وبيقول عدى وقت طويل وهو المفروض دلوقتي ان هو يكون في الجزيره ديت، فالمهمه بتاعتك بقى انك تخش جوه الجزيره وتدور على وتجيب الاكسير منه لو لقيته، وركز وما تغيبش كتير. وريو بيقول له انت شاكك ان انا ههرب ولا ايه، والزعيم بيعرف ان هو مش غبي للدرجه ديت عشان يهرب، وهو عارف مهما راح فين هو هيجيبه برضه. وريو بيبدا يلبس النضاره بتاعته وينط بداخل الغابه، وبنعرف منه ان مش البشر بس هم اللي بيدوروا على الاكسير، ده جميع انواع البشر وجميع انواع الوحوش بيدوروا على الاكسير الحياه، واول ما بينزلوا بيحط رجله في الغابه بيلاحظ حاجه قدامه بتفزعه وبتخوفه، والحاجه اللي شافها ده هي رجل عملاقه، رجل بني ادم عملاق، وبيقول كما هو متوقع من الاكسير فهو بيتلك ريحه والوحوش ديت بتشمها وبتنجذب ناحيته على طول عشان تاخده، وانا لازم اسرع من حركته اكتر واكتر عشان لو فضلت اكتر من كده فممكن ان هم يوصلوا له قبلي. وفي نفس الغابه بنشوف واحده بتجري وبتستخبى ورا واحده من الشجرات العملاقه، واول ما بتظهر جسمها بالكامل بنعرف ان دي الف، وبنعرف ان اسمها جين، وبتترعب اول ما بتسمع صوت الوحش اللي بيطارد ده جاي من وراها، واول ما بتبص كده بتكون مرعوبه لان بتلاقي الوحش العملاق جاي من وراها وخلاص على وشك ان هو يقفشها، وبنعرف منها ان الوحش ده مش مفروض اصلا يكون في المكان ده لان الغابه ديت بتعرف ان هي من الدرجه دي ما فيهاش وحوش خطره زي ديت، والوحش ده على الاقل يكون من رتبه اس، وانا كنت جاي الزنزانه هنا عشان بس مجرد اختبار من الاكاديميه ان انا اجمع القطع الذهبيه، والمفروض ان الاختبار ده هو من الرتبه دي، وانا هتجنن وعايز اعرف ازاي جه وحش من الرتبه اس، والمنطقه اللي في الغابه ديت اصلا مخصصه لتدريب المبتدئين، والوحش على طول بيقطع تفكيره وبيجي وبيشوفها بنظراته المرعبه ليها وبينزل عليها بالبنيه، بيتضح لنا ان هو عنده 4 ايادي ورجلين، واول ما بيهجم على من واحده من قبضاته هي بتتفادى على اخر لحظه، وكان على وشك ان هو يدمرها، وبيقول الوحش ده اسرع مني وانا مهما جريت ومهما هربت فهو برضه يلحق بيا ويقتلني، لازم انا احط خطه واركز ان انا اسوي بضرر واعطل واهرب من المكان على طول، وبتمسك القوس بتاعه وبتحط فيه 3 اسهم وبتستنى لما
الوحش يجل، وبالفعل الوحش بيجل بنظراته المرعبه وبيده الاربعه اللي بيوسع بها الاشجار. وبنعرف ان الوحش ده اسمه القرد العملاق، وهو غير ناضج ودرجه الخطوره بتاعته 3 نجوم، و3 نجوم ده يعني استعبه وهو قوي. وجين بتطلق عليه الاسهم بالفعل، بيكون مستهدفه دماغه مباشره، ولكن الوحش بيصدها بايده المجرده ولا بيكون شغله ولا بتسبب له اي ضرر. وهي بتقول انا مش عارف اخترق الجلد بتاعه، جلده سميك على الاخر. والوحش ما بيخلصش تفكر كتير وبينزل بالايادي الاربعه بتوعه ناحيتها على طول، وبالفعل بينزل وبيدمر الارض من تحت من قوته. وهي بتنط على اخر لحظه وبتبعد من المكان وبتستغل الفرصه وبتحضر له هجمه تانية من القوس بتاعها، وبتتلك عليه بسرعه كبيره ناحيه صدره. واول ما بتيجي في صدره بيبص لها نظره انت بتعملي ايه؟ انت بتزغزغيني دلوقتي وبتلعبي معايا. وطبيعي هي بتعملش معاه اي حاجه، وهو بيروح لها تاني وهو مخرج لسانه ومتحمس ان هو يقتلها. وهو الوحش بيهجم عليها بتقول في نفسها انا ما قداميش دلوقتي اي خيار غير ان انا انفذ الهجمه اللي انا ما كنتش عايز انفذها. قرب بس عليا اكتر واكتر واكتر عشان الهجمه تصيبك. وهو بالفعل بيقرب عليها وهي بتسحب القوس بتاعها اللي بيكون مشعل من الهاله. والهجمه اللي هي محضراها دي اسمها جين سروي، وهي بتكون عامله على السهم احدى التقنيات. وبتسحب القوس بتاعه وبتوجهه ناحيته مباشره، وبتبص له وبتركز على الهدف اللي هي هتصيبه. وبالفعل بتطلق وبتسحق اي حاجه بتيجي قدامها، وهي الهاله بتتدفق من حولها والنار. والمهاره دي اسمها قصف اللهب، وهي حطت ودمجت كل المانا اللي بداخلها في داخل الهجمه الاخيره ديت، بتعمل بس ان هي تصيبه باي ضرر وتعطله عما هي تهرب. وبالفعل بيحصل انفجار كبير اول ما بتلمسه، انفجار بيزلزل المكان من قوته. وهي بتقول باين عليه ان هو كده اتصاب وخد الضربه دي كلها في جسمه. ولكن اول ما الغبار بيتشال بتاخد الصدمه في وشها، لان بتلاقي الوحش ده تفادى الهجمه اصلا قبل ما تجيله ونط ومسك في الشجر من فوق. وهي طبعا بتتصدم وما بتكونش عارفه تعمل حاجه، لان كل المهارات بتاعتها هي اطلقتها وخلصت كل المنع عليه. لازم نهرب من المكان على طول والا هيقتلني. والوحش بينزل من على الشجره وبيركز عليها وبيتوجه ناحيتها مباشره عشان يقتلها. وهي بتهرب بكل سرعه عندها، وهو خلاص بيكون على وشك ان هو يمسكها بايده، وهي بيكون خلاص فقدت الامل ان هي تعيش تاني. ولكن بياخد ضربه في وشه بترجعه لورا، ما بتخلوش يمسك جين. واللي عمل ده طبعا هو صاحبنا بالسلاح اللي معاه طبعا. وريو وجين بيتبادلوا نظرات هما الاثنين وما بيكونوش عارفين بعض. وريو بيقف على واحده من الشجرات وبيقول انا سبته مباشره في دقنه وهي هتسبب له ضرر كبير. واول ما بيبص على الوحش بيتلاقي الوحش بيستعيد عافيته تاني وبيقوم وبيهجم عليه كمان، وما بيكونش حصل له اي حاجه. وبيقول الظاهر كده ان الضربه دي ما كانتش كافيه ان هي تقتله، فعشان كده انا هستخدم الحاجه ديت اخيرا. وبيحط ايده في جيبه وبيطلع واحده من الادوات ما بيكونش واضحه دلوقتي هي ايه، وبينطلق ناحيته مباشره. وبيكون خلاص المسافه ما بينهم هما الاثنين صغيره. وجينا اول ما بتشوفه كده بتزعق وبتقول ايها الوغد الغبي انت بتقرب منه بنفسك، انت كده هتموت. والوحش بالفعل بيكون بيحضر هجوم من الاربع الايادي بتوعه. وبطلنا بيقول لها اقفلي عينيك دلوقتي وما تبصيش الا لما اقول لك فتحي عينيكي. وهي طبعا بتستغرب من الكلام اللي هو بيقوله، ولكن ما عندهاش اي حل تاني فعشان كده بتغمض عينيها. والمسافه بتاعت صاحبنا والوحش بيكون ضيقه خالص، ما فيش غير بعض الامتار بس، والوحش يديله اللكمه في وشه ويقتله. وريو بيوجه الاداه ناحيه عينيه مباشره وهو كمان بيقفل عينيه. والاداه دي بتطلع كميه نور مهوله، ضوء كبير جدا بيغطي المكان كله. وكمان بيروح عند جين وهي بتحط ايدها على عينيها لان هي بتحس بوجع وبتحس ان عينها هتتعمي. والوحش عشان هو غبي ما بيدركش الهجوم ده الا بعد فوات الاوان، والهجوم بيكون على وشك ان هو يعميه. وبالفعل بيعمل بعد اللحظات وبيوقفوا مكانه وبيثبته. وريو بينزل على الارض بكل فخامه وبيمشي من ورا الوحش كده ولا همه. والوحش بينزل على ركبته وما بيكونش شايف اي حاجه وبيصرخ من الالم، وبيكون متضايق لان هو استخدم الاداه اللي هو ما كانش عايز يستخدمها لان ثمنها غالي، لان الاداه دي هو شراها بمبلغ محترم. وبيتضح اسم الاداه وهي اسمها الشعله السحريه، وهي مصنوعه من جلد السمك. والاداه ديت عندها قدره ان هي تعمي اي حد بمجرد بس ان هو يبص على النور بتاعها. والاداه ديت الاول كنت بستخدمها على طول وهي كانت المفضله عندي، ولكن برضه مش اي حد يستخدمها، لان لو الشخص اللي بيستخدمها مش عارف قدراتها كلها وهو مش بالقدر الكافي ان هو يستخدمها فممكن ان هي تعميه، لان هي ساعات بتعكس الضوء ناحيه عينيه هو، ممكن ان هي تعميه وتخليه يفقد البصر بتاعه للابد. وجين بتفتح عينها وبتشوف اللي حصل. وريو بيعدي من جنبها بكل فخامه وبيقول لها بنصحك نصيحه يا بنت الحلال، ما قدامكيش غير بس زي 3 ثواني عشان تهربي من المكان بكل سرعه عندك. وهو بياخد له في اسنانه وبيهرب على طول من المكان بكل سرعه. وبقول في نفسه انا مش هركز معاها تاني، لان في الزنزانات لو كل واحد شغل دماغه بالناس فمش هنخلص خالص وهو يموت بلا شك، فعشان كده انا مش ههتم بيها خالص وهتوجه ناحيه وجهتي. وكمان انا لو طولت معاه في الكلام فهي ممكن ان هي تعرف هويتي. وبيفتكر الزعيم لما حذره ان هو يتعامل مع حد حتى لو الحد ده قريب منه فهو ما يكلموش خالص ادم هو داخل الزنزانه، لان زي ما قلت قبل كده اي حد يتعرف عليه هيبلغ او يقبض عليه على طول.
وهو بيجري بيلاحظ ان جين بتجري وراه، وهو بيتضايق وبيكشر وبينط من المكان، وبحركه خبيثه كده بيختفي، وجين بتفقد اثره فعشان كده بتقف وبتقول انا مره واحده لقيته اختفى، هو راح فين؟ انا كنت من شويه كنت شايفاه. وريو ما بيخلاش تفكر كتير لان بيحط السلاح بتاعه ناحيه زورو وبيرقد على الارض وبيقول لها انت بتجري ورايا ليه؟ انا مش ساعدتك وخلاص. وجين وهي راقده على الارض بتقول له انا بس كنت عايز اشكرك عشان انت انقذتني. وريو بيقول لها انت بتقولي ايه يا ست انتي؟ وريو بيقول لها لا شكر على واجب، بس انا مش عايزك تلحقني تاني. وهي بتقول انا عارفه هويتك وانا مش هبلغ عنك، ما تخافش، انا عارفه ان انت مهرب كنوز، فعشان كده انا عايز اتعامل معاك وعارض عليك عرض واحنا الاثنين هنكسب منه. هو بيركز على التيشيرت بتاعه بتلاقي شعار الاكاديميه، وريو اول ما بيشوف الشعار اللي محطوط على التيشيرت بتاعه بيتضايق وبيقول انا مش عايز اشوف الشعار ده مره تانية، وانا مش مهتم خالص عشان اتعامل معاكي، انا همشي من المكان ولو شفتك مره تانية فانا ادفنك حيه. وهي بتستغرب كده شويه وبتقول عنده حق ان هو يعمل ده كله، لان الاشخاص اللي بيهربوا الكنوز من الزنزانه محطوط عليهم مكافاه 50 مليون يوان، والمكافاه اللي محطوطه على الصيادين الغير قانونيين هي 40 مليون يوان. واول ما بيسمع منها الكلام ده بيتضايق على الاخر وبيبص له منزعج، واول ما بيبص كده بيعيد النظر فيها تاني لان بيشوف قدامه سلسله اسمها دم انكيل. السلسله دي ثمينه لدرجه ان هي بتمن 5 اشخاص زيك، لو انا سلمتك للحكومه فالمقابل بتاعك هو 50 مليون يوان، وعشان اشتري واحده زي ديت تاني فلازم انا اسلم 5 زيك، وديت قبل العمليه اللي انت هتخلصها، وبعد العمليه هتلاقي نفس الكلاده ديت برضه هتاخد 2 من دم انكيل. وري بيقول لها زي ما انا كنت متوقع انت واحده من العائلات الغنيه، وهي بتقول له ما يهمنيش انا بقى غنيه او مش غنيه، المهم دلوقتي ان انت لو وافقت على الصفقه ديت وتممتها فانت حياتك هتتغير 180 درجه وهتصبح واحد من الاغنياء انت كمان. وري بيقول لها ما يهمنيش، انا ما كانش عندي سبب ان انا اقتلك ولكن دلوقتي انا لقيت سبب. وهي بتستغرب وبتقول له ايه اللي انت بتقوله، ولكن بيقطع كلامهم ده هو الوحش وهو جاي من فيه ومنقض قلمه وهيقتلهم. وري بيقول لجين ما عندكيش غير ثانيه واحده بس عشان تهربي من المكان لو عايزه تنجي بحياتك. وبالفعل هما الاثنين بيكونوا ردة فعلهم سريعه وبينطوا من المكان قبل ما الوحش ينزل عليهم بدماغه اللي بتنزل على الارض وبتفتتها. وجين بتبص كده جنبها وبتستغرب لان ريو يديها العصا وبيشقلها في وشها وهي بتكون مستغربه ومش فاهمه، وهو بيزعق لها وبيقول انا مش مدي عليك عشان تمسكها وتبص فيها. الهجوم اللي تتلقتي على الوحش من شويه القوي اللي هو تفاداه، الهجوم ده عملي مره تانية على القلاده بس وجه النوبه دي عليا انا مش على الوحش، انا عندي خطه لهزيمه الوحش ده. وهي بتقول له استنى يا عم بس ثانيه واحده، انا ما عنديش اي سحر او منع عشان اعمل نفس الهجوم اللي انا عملته من شويه. وهو بيقول لها خلاص لو انت مش هتعرفي تعملها بالقوس فاعملها بايدك، ودي فرصتك الاخيره عشان تبقى على قيد الحياه. وهي ما بتبقاش قدام اي حل تاني، فعشان كده بالفعل بتبدا تجمع اخر قطرات من المنى اللي بداخلها عشان تنفذ الهجوم، ولكن برضه مش هيكون بنفس الجوده لان الهجوم الاخير ده استهلك 3/4 المنى اللي بداخلها، ودلوقتي ما عندهاش غير الربع في المية بس من المنى. ولكنها دلوقتي ما قدامهاش اي حل لان الوحش دلوقتي عمال يهاجمهم بهجمات كتيره، ولكن ريو بيتفادى الهجمات بتاعته وبيشتتوا عما جين تخلص الهجمه بتاعتها، وبيبص لها كده عشان يوبخها لان هي عويت، فبتلاقي ان هي بعتت الهجوم بالفعل وبعتت الحديد ده ناحيته وهو بيمسكها وهي عنب بتشتغل من الهلا، وهي بكده خلصت كل المنى اللي بداخلها وهي خلاص فرهدت وما بتكونش قادره تعمل اي حاجه تاني. وريو بياخد البتاع وبينط فوق كده وبيحضر له الهجوم الاخير اللي هيقضي عليه مره والى الابد، وبيقول لها انت حطيت ربع في المية من المنى بتاعتي، ولكن انا ما اظن كده ان ده هيكون كافي ان انا اقتل واصحك الوغد اللي قدامنا. وبالفعل بيبدا يلف العصايه كده في الجو وبينطلق ناحيه الوحش مباشره، وهو بيقول اهم حاجه في القتال مش القوه، الوقت المناسب اللي انت تضرب الضربه الاخيره بتاعتك، وهو نفس الوقت بالظبط اللي انا هستغله دلوقتي. هو هقضي بيه على الوحش الوغد ده، والوحش بينزل عليه بالقبضتين بتوعه ولكن هو بيتفاداها وبينزل على الارض وبيشقق من قوتها. وريو بينطلق ناحيته بسرعه كبيره جدا وهي الهاله بتتدفق من حواليه وبتوجه مباشره ناحيه دماغ الوحش، والوحش بيبص عليه وهو مرعوب ومش عارف يعمل ايه لان شاف في وحش كاسح جاي قدامه، ومع ان جين اول مره تشوفه لكن برضه كانت خايفه عليه لا يتصاب اي ضرر من الوحش. هو بيلف السلاح كده لف الجاتوه، هو بعد كده بيديله واحده في دماغه وبتنزله على الارض وبيحصل انفجار كبير جدا، وبتتضح لنا ان الخبطه دي جت في زوره وذبحته خالص وكانت قادره ان هي تقتله، النضاره بتاعته بتتكسر وهو ما بيكونش واخد باله وبينزل على الارض بكل فخامه. وعشان نعرف جين كويس وماضيه بنرجع بالزمن حبتين كده وهي لسه طفله بتلعب مع اصدقائها، وبنعرف ان هي واحده من العائلات الغنيه واتولدت وهي في بقها معلقه ذهب، واي حاجه كانت بتتمنى كان بيجي لها على طول لان ابوها شغال في اكبر شركه في كوريا، وابوها وامها من عرق مختلفين، امها من الالف وابوها من البشر، ونتيجه كده جت جين نص من البشر ونص من الالف، كانت بتحب القوه وبتحب المغامرين وبتفضلهم عن اي حد تاني، وحلمت من صغرها حلم واحد بس
والحلم ده هو ان هي تكون واحده من المغامرين لما تكبر ويكون قوتها كبيره عشان تنقذ العالم. وده هو اول حلم ما تعرفش ان هي تحققه، لانه مايا الالف هي كانت المدربه بتاعتها. وعلى الرغم من ان هي بتمتلك دم الف، والدم الالف ده بتمتلك قوه خاصه وقوه اكبر كمان من البشر ولو طورت منها كمان، لكن مع ذلك هي برضه ما عرفتش ان هي تستيقظ ولا عرفت ان هي تطلع قوتها كامله. وما بتكون زهقت من المحاولات اللي هم بيحاولوها وعمالين يفشلوا كل مره، وبتقول لابوه وبتعرف ابوها ان هو يقنع ان هي توقف عن التدريب كده خلاص، لان هي خلاص الحلم ده مش هتعرف ان هي تحققه. ولكن ابوها بيقول لها لا، لازم ان احنا نشجع ونقف جنبها ونخليها تستمر في التدريب بتاعه وتعلم من قوتها. وابوها اسمه جين سونغ جيو، وظيفته هي رئيس قسم التطور الخاص لمجموعه جين سونغ، والوظيفه دي هي اللي مخليهم واحده من العائلات الغنيه. وابو جين بيوجه كلامه لامها وبيقول لها سيبك من مواهب الالف، ركز على مواهب البشر اللي جواها وهي ممكن ان هي تطور منها في المستقبل. وما بتكون معترض على الاخر ان هي تكمل تدريب معاها، وبتقول له بنتك من ساعه ما بدات التدريب وهي بتتقدمش، وانت عارف ان بنتك مش من عيله عاديه، بنتك من عيله غنيه، فهي ورث العناد ده من اختي اللي كان عمرها ما بتتخلى عن اي حاجه عايزاها، هو اي حلم كانت بتتمنى لازم يتحقق في الفور. وبعد الوقت سريعا وجين بتكبر في العمر اكتر، وهي برضه بتتدرب وبتحاول ان هي تبقى واحده من المغامرين القويين، ولكن ده طبعا ما بيحصلش وهي بتكون برضه ضعيفه. اللي بيكون مساعدة بس في ان هي تكون قوية هي المعدات الحديثة اللي ابوها بيجيبها لها، لان زي ما قلنا ابوها غني، وعشان هي غنية وبتلبس احسن لبس وبتاكل احسن اكل وبتستعمل احسن معدات، فجميع البشر بيبعدوا عنها على طول ومش حابينها عشان شايفين ان هي متكبرة. اي حد غني بيكون متكبر، ومحاولاتها الفاشلة في ان هي تصبح مغامرة ديت بتضحك الناس عليها، وده بيتعب من نفسيتها هي. وبنرجع في الوقت الحالي بقى مع ريو اللي بيكون خلاص ادى الضربة الاخيرة بتاعته للوحش، وجيو بيكون مصدوم وبيكون فاكرة في البداية ان ريو هو اللي مات، ولكن اول ما بتسمع الهبده وبتحس بالزلزال بتعرف بتتاكد ان الوحش مات. وبالفعل الوحش بيكون نزل على الارض جثه هامده من بعد ما ريو ذبحه، وبيحط الحديد على كتفه وايده التاني بيحطها في جيبه وبيمشي بكل فخامه وهو رايق. وبيستغرب من جين لان هي واقفه وفاتحه بقها، وبيكون مستغربه لان ازاي انت قوتك كبيره كده وانت لسه في نفس عمري وانا ما عنديش نص القوه اللي عندك. وجين اول ما بيحط ايده على دماغه بيلاحظ ان النضاره مش موجوده، ما بيركزش معاها خالص ولا بيرد عليها، لان بيفتكر الزعيم بتاعه لما قال له ان هو لازم يحافظ على النضاره لان هو شاريها بمبلغ كبير. وريو في البدايه كان مفكر ان هي زي ب 5000 يوان ولا حاجه، والزعيم بياكد له ان هي باغلى من كده بكتير، لان هي معمول عليها اكتر من 4 تعاويذ سحريه، فهي بتغير وشك بالكامل وبتغير نبره صوتك. وفي الوقت الحالي بقى بيكون هي اتكسرت، وريو بيكون زعلان جدا عليها وبيقول النهارده مش في صالحي خالص، فكل حاجه بتتدمر مني. واللي بتقطع تفكيره وحزنه هي جين اللي بتيجي من وراه وبتقول له هو انت تعرف واحد اسمه سناب؟ وقول لي عشان انا متحمسه واعرف هو من المدرب بتاعك. وريو بيبص لها كده وهو غضبان وبيقول لها لو انت مش بنتي كنت قلت لك حاجه تانية، فين اللي احنا كنا متفقين عليه؟ وهي بتطلع له السلسله اللي كانت قايله له قبل كده، وهو بالفعل بياخدها وبيتفحص كده عشان يعرف ان هي حقيقيه ولا مزيفه. وجين بيجي له بعرض تاني وبتقول انا عارفه ان انت محتاج الفلوس اكتر. وجين بتعرفوا ان رسوم المدرسه او رسوم الاكاديميه عاليه جدا وانت مش هتعرف تسدد ده بس بمقدار السلسله ديت، انت محتاج فلوس تانية. ولسه هتكمل كلامها ولكن ريو بيسكت وبيقول لها انا ما بدرس، وهي طبعا بتستغرب بتقول له ازاي انت ما بتدرس. وريو بينزل عليها بالصدمات اكتر، هو يعرف ان هو عمره ما دخل اكاديميات، وهي بتستغرب لان انت ازاي القوه بتاعتك دي كلها وبتمتلكش مدرب. وهو بيعرف ان هو امتلك القوه دي بس من صغره ومن كتر التدريب الشاق اللي هو كان بيعمله مع نفسه. وهي بتصرخ في وشه صرخه بتزلزل المكان من قوتها وبتقول له ازاي انت اتعلمت كل التقنيات اللي تعملها من شويه، السرعه والوقت والهجوم، الحاجات دي كلها مش اي حد يعرفها. وهو بيسكتها بالبطاقه بتاعته واللي بيشقلها في خلقتها، وهي اول ما بتفتحها كده بالفعل بتلاقي ان هو ما دخلش اي اكاديميه، دخل بس اكاديميه دونجو السنويه، والاكاديميه ديت مش اكاديميه المغامرين، ده اكاديميه ناس عاديين. وهي بتكون واقفه ومصدومه ما بتكونش مصدقه. وريو بقى الصدمه بتاعتها دي لما بيوجه السلاح بتاعه ناحيه وشها وبيقول لها انت دلوقتي عرفت الهويه بتاعتك، اديني دلوقتي اي حاجه من معاكي، بطاقتك بقى وهويتك او اي حاجه. وهي بالفعل بتدي له البطاقه بتاعتها، وهو بيعرف اسمها وكمان بيعرف عمرها وبيعرف ان هي في نفس سنه، وبيكرمش على طول في جيبه. وهي بتقول له استنى بس لحظه، انت بتحطها في جيبك ليه؟ وهو بيقول انت فكر انا عبيط ولا إيه يا بت؟ انا ذكي، فانت عرفت هويتي، انا لازم اخد حاجه منك دلوقتي عشان ما تكشفيش هويتي لاي حد. واستني لحظه انا جات لي فكره احسن. وبيطلع التليفون بتاعه بيفتح تطبيق الكاميرا وبيلزق فيها وبيحط ايده على كتفها وهي وشها بيحمر وبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتتحرش بيا ولا ايه؟ وهو بيقول لها استني بس وبص في الكاميرا، فانا هتصور جنبك عشان انت لو رحت وبلغت عني فهدي الشرطه الصوره ديت واعرفهم ان انت واحده صاحبتي. وهي ما بتكونش فاهمه منه مش عارفه هو جاب الذكاء ده كله منين، وهو بنظره منه مرعبه بيقول لها ابتسمي. وهي كده خلاص اتورطت في مشكله
هي مش قدها، وهما الاتنين بيتصوروا الصورة، وهما الاتنين بياخدوا سيلفي مع بعض، وهو بيحفظ الصورة على تليفونه. ولكن ما بنعرفش ايه اللي بيحصل تاني لان حلقة النهاردة بتخلص. لو عايز الحلقة التانية تنزل في اقرب وقت انزل اعمل لايك واشتراك وكومنت كده لاي حكاية تانية. ويلا سلام على اهل السلام، سلام سلام.